عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عمرو عزيز معاكم، والنهارده واحنا في نوفمبر وطبعا الشتاء، وعندنا مدينة ده السيزون بتاعها وهي العين السخنة والجلالة. عندنا بقى فكرة شوية لخبطة، هو ايه فرق الجلالة على السخنة؟ هي الجلالة فين؟ مش هي الجزء اللي تحت على البحر اللي فيه الاكوا بارك، ولا في حاجة فوق؟ طب طريق الجلالة الجديد في عندنا شوية حاجات كده محتاجين ان احنا نوضحها، واشتري امتى في الجلالة، اشتري امتى في السخنة، وايه الاسعار الجديدة. في الفيديو ده خلينا نبتدي مع بعض ونشرح لكم كل حاجة من ارض الواقع. يلا. ايه كده ما اتكلمنا في اول الفيديو وقلنا خلينا نعرف اللوكيشن. احنا كده كده بننزل طريق القطامية العين السخنة. بيبقى قدامنا حاجة من الاتنين، يا اما ان احنا بناخد اتجاه طريق السويس زي القرى اللي احنا بنلاقيها في المشاريع بتاعة العين السخنة زي ازها واروما، وطبعا في مشاريع طبعا كتيرة جدا حلوة في المنطقة دي. ودي بالنسبة لي من احلى المناطق عشان البحر بتاعها حلو جدا. وعندنا الاتجاه التاني اللي هو اتجاه الزعفرانة، وطبعا بنلاقي ان احنا في عندنا مشاريع على شمال الطريق، ودي مشاريع السخنة عادي. وبعد كده بنلاقي عندنا بعد ما بندخل يمين اتجاه الزعفرانة ب20 كيلو بنلاقي المنطقة بتاعة الجلالة ومدينة الجلالة. بنلاقي ان احنا عندنا جزئين، عندنا منتجع الجلالة ده اللي تحت على البحر، وفي المارينا، وفي منطقة اليخوت، في المولات بقى والخدمات كلها والسينما، وفي المبنى بتاع الجوازات، في كل الخدمات اللي احنا عايزينها. وده ريزورت لطيف جدا، وفي اكتر من اوتيل لحد دلوقتي اولموست اشتغل منهم اتنين، وفيها طبعا كومباوندز موجوده تحت. في بعد كده مدينة الجلالة فوق، وهي مدينة على 17,000 فدان. بس كونسبت الجلالة شوية مختلف على السخنة. مدينة الجلالة هي فوق على الجبل. طبعا فيها خدمات حلوه قوي، فيها كومباوندز، فيها داون تاون، فيها مولات، فيها جامعه الجلاله الجديده وهي اوريدي اشتغلت، فيها كل الخدمات اللي احنا عايزينها، وفيها اولموست اكتر من كومباوند. ولحد دلوقتي مفيش كومباوندات من اللي فوق اتعرضوا للبيع. ممكن هو عندنا بقى الجزء اللي تحت مربوطين بايه؟ مربوطين بتلفريك، هو رابط المدينه من فوق بالمنتجع اللي تحت، ومربوطين بطريق جوه الجبل حلو قوي قوي، ده هو طريق ممتع اصلا. فرابطين المدينتين ببعض، ان انت فوق عندك بقى المدينه بتاعتك اللي انت عايش فيها، وعندك خدماتك ومولاتك، وعندك تحت بقى الجزء بتاع البحر والمارينا واليخوت والخدمات اللي موجوده تحت. بالنسبه لي البحر بتاع الجلاله، فنقدر نقول ان هو زي ما قلنا هو بس البحر بتاع المنتجع، وفي عندنا بقى مشاريع للقطاع الخاص موجوده تحت على الطريق. عندنا هنلاقي مثلا المونت جلاله، هنلاقي عندنا المشروع بتاع اجنا وهو من المشاريع اللي انا بحبها برضو، هنلاقيه جنب المارين على طول، هنلاقي مشروع ذا جروف، هنلاقي مجاده، هنلاقي في مشاريع كتيره حلوه قوي. ودي بتبقى عامله حركه ظريفه، بتبقى ميكسد ما بين الجلاله، ان هي في اللوكيشن بتاع الجلاله، فانت ما بينك وما بين المدينه فوق almost 5 دقايق، وما بينك وما بين المنتجع دقيقتين. وفي نفس الوقت بيبقى ليها شاطئ خاص بيها وليك انت الاكسس بتاعه، وبيبقى ليها زي بريدج كده زي الكوبري بتاع بورتو، بس كل الشركات بتتكلم ان هو هيتعمل بطريقه مختلفه، وان هو هيبقى مساحته لطيف وحجمه لطيف. ولكن المشاريع دي خلينا نتكلم فيها حاجه شائعه، وان هو العمق بتاع البحر بتاعها قليل، فبالتالي بتحس ان انت اوريدي بتنزل من الكومباوند بتاعك او من الريزورت اللي انت قاعد فيه فوق، بتنزل على البحر ببريدج، ولكن العمق بتاعه مش احسن حاجه. لكن طبعا بتعتمد بقى على ان هي مثلا بتعمل حاجات جوه الممشى او زي لسان مارينا كده جوه الميه، وفي نفس الوقت الخدمات اللي موجوده في المنتجع وفي مدينه الجلاله. سؤال بقى اللي بيجي لنا وده كتير جدا، اشتري في السخنه ولا اشتري في الجلاله؟ بص، هي بالنسبه لنا هي حاجه راجعه ليك. الجلاله ممكن نقول هي انفست اكتر، زي فكره برضو العالمين، هي حاجه استثماريه وان هي شغاله طول السنه. وطبعا مش هنتكلم بقى ان احنا هنشتريها عشان نأجر للطلاب بتوع الجامعه، عشان اوريدي الطلاب ليهم السكن بتاعهم وهو اوريدي موجود. بس هي هتبقى مدينه من المدن الجيل الجديده اللي الدوله بتسبورت ليها جدا، وهتبقى مدينه حلوه قوي وشغاله طول السنه. فدي كانفست حلوه. وكسكن لو انت مش فارق معاك فكره البحر، بس عايز مكان تبقى انت قاعد في مدينه زي ما بنقول كده مدينه، وتبقى انت كل الخدمات جنبك ومدارس الولاد والجامعه وكل الحاجات دي، فبرضه ده اوبشن حلو. لو انت بقى جاي عشان تدور على بحر وريلاكسنج البحر وتستمتع بيه، وتيجي كام يوم في الشهر او يومين في الاسبوع، فهي مش هتبقى طبعا الجلال، هتبقى المشاريع اللي على المشاريع العين السخنه اللي ليها الشاطئ الخاص بتاعها وليها البحر بتاعها.
وبيبقى ليها الاستجمام وليها الجو المختلف بتاعها. بالنسبة للأسعار الموجودة طبعا واحنا بنتكلم في الوقت الحالي اللي هو في شهر نوفمبر 2022، اسعار شويه اختلفت بقى عندنا. وده يعني افريج الاسعار ما بين الديفلوبر بترجع بقى، ممكن نلاقي ديفلوبر اعلى من ديفلوبر ب 10 20% في الافريج ده، على حسب بقى الويل بيمنت بلان ممكن تبقى مختلفه حاجه بسيطه على حسب الاستلام سواء فوري او استلام مدى 4 سنين. ولكن الكومن ان احنا هنلاقي الاستوديو في رينج 1600 الوان بيدروم، وهو بيختلف على الاستوديو ان هو ده بيكون غرفه غير الحمام والمطبخ، والاستوديو بيبقى مكان مفتوح على بعضه. الوان بيدروم بتبقى في رينج ال 2 مليون و200 2 مليون 400، والتو بيدروم لحد 2 مليون و700، و3 بيدروم 3 مليون. ده الافريج الاسعار الحالي، وبتبقى بطرق سداد من 10% مقدم، وبتوصل التقسيط معانا لحد 9 سنين. يا ريت نكون فدناكم ان شاء الله، بالتوفيق ليكم، وان شاء الله تبقى كلها حاجات حلوه لينا ونستمتع بيها جميعا يا رب. سي جدا ليكم، ونشوفكم الخميس الجاي باذن الله. شكرا ليكم.